في حاجة أنا مستغربها. هل مثلا بيتم تطفيش بنتايج؟ هل مثلا مجلس الإدارة اتفق مع جروس إن يتم تطفيش بنتايج؟ أنا جروس ما توقعش فيه كده، بس المؤشرات والحاجات اللي أنا شايفها مدياني إحساس بكده. يعني بنتايج قتل من فتوح وقتل من مصطفى شلبي. إزاي بنتايج كل ماتش قاعد احتياطي؟ كل ماتش قاعد احتياطي، وبتستعين ببنتايج في فترات صعبه جدا 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 ان هو ينزل اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعه وينزل، والزمالك دايما بيبقى خسران. يعني دايما الاستعانه بتكون من بنتايج في اخر 10 دقايق من الماتش والزمالك خسران. يعني انا مش فاهم ليه جروس مصر على ان بنتايج يفضل دايما احتياطي، مع انه احسن من فتوح ومصطفى شلبي. يعني دي برضو حاجه انا مستغرب لها جدا. لازم جروس يرد عليها، لازم جروس يرد عليها. يعني ازاي بنتايج احسن فنيا وبدنيا من شلبي ومن فتوح، ومصرين اللي بنتايج دايما قاعد احتياطي، ودايما ينزل اخر 10 دقايق في الماتش، ودايما ينزل والزمالك خسران. يعني كميه ضغط بتتحط على بنتايج، فالراجل الطبيعي بالتالي مش هيكمل. الراجل لما تيجي تقولوا هل انتوا مثلا مش عايزين بنتايج يكمل وما بتحطوش حرج على نفسكم فبتطفشوا بنتايج، يعني ولا ايه اللي يتم؟ لازم الجروس يرد على الناس في موضوع بنتايج ده بالذات.